انا اركز هوايه على الجاليه العربيه انه يشتغلون ويا ريلتور عرب. ليش؟ لانه احنا نعرف تقاليدنا وعاداتنا والمجتمعات العربيه اللي احنا دائما نكون قريبين واحد على الثاني. من تروح تخلي لك ريلتور امريكي، هذا ما يعرف انت شنو اللي تحتاجه كمجتمع عربي، ما يعرف انت شنو اللي تريده. بس احنا ليش احنا نقول لكم تواصلوا ويانا؟ ليش؟ لانه اولا نركز على الكرايم ريت، نشوف مستوى الجرائم بالمنطقة. ما نريدكم تعيشون بمنطقة بيها مستوى جرائم واصل والله شنو البيوت رخيصة تعالوا قعدوا بيها، بس مستوى الجرائم ما نقول لكم بيه. لا، أول شيء نشيك المستوى الأمني، ثاني شيء نشيك المستوى التعليمي. يعني اشيك المدارس اللي داير مداير المنطقه مالتك، لان خصوصا للناس اللي عندهم عوائل، اللي عندهم اطفال. انت من تيجي تحول، انت اول مره تشتري بيت تريد تحول بمنطقه بيها مدارس، شنو اللي نريده؟ نريده مدرسه بيها اقل شيء 4 ستار الى 5 ستارز حتى نامن على اولادنا، تعليم مضبوط، اخلاقهم تبقى محافظين عليها، لان اكو مدارس ملتزمه ما يعلموهم ويخلون افكار هاي اللي احنا ما نريد نسمعها بالبيت. الشغله الثالثه وسائل النقل. يعني انت من تريد تجي تقعد بمنطقه تريد تشوف بيها اكو باص او قطار او شيء قريب عليك، ذات انت ما يحتاج تسوق سيارتك يوميه تروح للشغل، او تريد تروح مثلا تسوق او كذا. صح هسه اكو الاوبر وما اوبر هذين الاشياء، بس لازم انت تريد وسائل نقل قريبه على البيت مالتك اذا تريد تشتري بيت، لانه خصوصا انت بدك تشتري بيت راح تعيش بهاي المنطقه. ممكن الزوجه تريد تروح المكان، تريد تصعد باص او تريد تصعد قطار، ما يحتاج. خصوصا اكو عوائل عندهم سياره واحده، مو شرط انه المراه عندها سياره والرجال عنده سياره. سياره واحده ممكن شخص طالع بيها، الشخص الثاني يقدر يروح وسائل نقل. يعني خصوصا الاوبر اذا تاخذه كل يوميه يصير يعني غالي. زين، هذين الثلاث اشياء الرئيسيه اللي احنا نركز عليها: المستوى الامني، المستوى التعليمي، وسائل النقل. وبالاضافه لهذا نشوف البيت، قيمه البيت، نشيك المنطقه، السوق، الماركت، ونشوف لكم الاشياء اللي تناسبكم.